مباراة انزلقت نحو الفوضى والشغب قبل صافرة الانطلاق، وقد توفيت مشجعة لفريق الرجاء تبلغ من العمر 29 سنة. بحث فتح للكشف في ملابسات وظروف الوفاة. طاحت وكل شيء تراكم عليها وتخنقات. كنتظروا يسلموا لنا الجثه حيت كاينه كدير لوطوبسي داوها للرحمه باش يديروا لوطوبسي باش نعرفوا لاكوز ديال الموت ديالها، واش بصح ماتت مخنوقه ولا ماتت في الامبولانس ولا في السبيطار. ما نقدرش نوصف لكم الشعور باش كنحسوا الام ديالها راها مصدومه، كلشي مصدوم صراحه. حنا بغينا نعرفوا، بغينا يتفتح تحقيق كازا ايفنت والرئيس ديال الرجاء، بغينا نعرفوا علاش هذا الشيء، علاش هاد الموفيز اورغانيزاسيون، علاش هاد الشيء، علاش كرة القدم وكيف ما كيلقبوها فين الشعوب، الهوس اللي كيستولي على عقل الامه، وهي الفتره الوحيده اللي كتنسى فيها الشعوب مشاكلها الداخليه ومعاناتها المجتمعيه، وكتغض الطرف عن كافه التحديات والمآسي اللي كتمر منها الامه، وكونها كذلك فتره تخدير لطالما استغلها الفاسدين لصالحهم. كلنا تبعنا مؤخرا الاحداث اللي وقعت خارج اسوار ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، والمأساة اللي وقعت ديال وفاه الشاب المشجع المحب لفريق الرجاء البيضاوي. هذه الواقعه المؤلمه اللي هيمنات على مواقع التواصل الاجتماعي وطنيا، وصل صداها حتى لدول اخرى في اوروبا، والكل تكلم على هذه الفاجعه وصحف عالميه كتبت على هذه المأساة. السؤال المطروح هو علاش كل مره كيتكرر نفس السيناريو بنفس الطريقه؟ شغب، زحام، تدافع، مأساة وفاه، وعائله فقدت فرد من افرادها. شكون كيتحمل المسؤوليه في كل مجرى؟ واش الجمهور ولا المنظمين ولا رجال الامن؟ صراحه هذه غتبقى وصمه عار علينا، وحنا مقبلين على عده تظاهرات كرويه، والعديد من المتربصين كيتسناو غير الفرصه فين ينقضوا علينا وعلى المجهودات الجباره اللي كيخوضها المغرب في هذا الميدان. لكن للاسف كاينين شي وحدين ما واعيينش او ما بغاوش يوعاو بخطوره بحال هذه الاحداث على المكانه ديال المغرب عالميا. خاص يتفتح تحقيق معمق وكل واحد ياخذ الجزاء ديالو، وخاص اتخاذ الاجراءات اللازمه باش هذا الشيء ما يبقاش يتعاود او يتكرر ونساليو في مره مع بحال هذه الاحداث. رحم الله الفقيده والله يصبر والديها. وانتم شاركونا رايكم في هذا الحادث الاليم، وفي نظركم شكون كيتحمل المسؤوليه؟